أصعب حاجة على قلب أي إنسان إن حد يظلمه أو يخونه أو يكسر قلبه. الجرح ممكن يفضل سنين ودموعك تفتكرها كل ما تشوف وش اللي وجعك. بتسأل نفسك إزاي أسامح وأنا أصلا مش قادر أنسى. لكن لو رجعنا لمكة ووقفنا قدام مشهد واحد ممكن يغير نظرتك كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 20 سنة من الأذى والطرد والاتهام والتكذيب رجع مكة فاتح. اللي كانوا زمان بيقولوا عليه كاذب، ساحر، مجنون، اللي طردوه من بيته، اللي حاولوا يقتلوه، دلوقتي واقفين قدامه أذلاء. المنظر كان رهيب. الرسول صلى الله عليه وسلم واقف قدامهم وهم مرعوبين. الكل مستني يسمع حكم الإعدام، مستني يسمع الانتقام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمة اللي هزت التاريخ كله: اذهبوا فأنتم الطلقاء. سامحهم، سامح اللي كسر قلبه، سامح اللي أذاه، سامح اللي حارب رسالته. يمكن تقول طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان معصوم، قلبه كبير، لكن احنا بني آدمين. خليني أقولك على موقف أصعب بكتير. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه اتعرض لمصيبة كسرت قلب أي أب في حادثة الإفك، لما الناس اتهموا السيدة عائشة أم المؤمنين بنت أبو بكر بأبشع التهم. وكان في واحد من أقرب الناس ليه فقير بينفق عليه أبو بكر، شارك في نشر الكلام. تخيل شخص أنت بتساعده وبتصرف عليه ويقابلك بالخيانة. فأبو بكر قرر يوقف النفقة عنه. لكن هنا نزل قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الآية نزلت تخاطب أبو بكر نفسه، والرد كان أروع مما تتخيل. أبو بكر قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، ورجع يصرف عليه من جديد. دي مش بس تسامح، دي مدرسة تانية من الرحمة والإيمان. طب ليه سامح؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف إن الغضب يطفي قلبك، لكن التسامح ينوره. كان عارف إن العفو مش ضعف، العفو قوة. قوة إنك تقف قدام اللي ظلمك وتقول قلبي أكبر من جرحك. قوة إنك ترد الأذى بالرحمة. والأعظم من كده إن ربنا قال: وأن تعفوا أقرب للتقوى. النهاردة يمكن في حياتك حد ظلمك، جرحك، خانك، ويمكن تقول أنا عمري ما هسامحه. لكن افتكر مكة، افتكر اللي علمنا إزاي نسامح. يمكن لما تسامح مش بتعفيه من خطأه، لكن بتعفي قلبك من الألم. خلي قلبك حر وخلي روحك تنور، وتعلم من مكة إزاي يكون العفو بداية حياة جديدة. لو الحلقة لمست قلبك شاركها، يمكن تكون سبب في إن حد يسامح وقلبه يرتاح.